فيديو النهارده من اهم الفيديوهات اللي انا عملتها في حياتي بجد. انا شايفه كده. ليه يا توفيق انت بتراجع انمي عادي؟ انا عارف ان انا براجع انمي عادي، ولكن اللي مش عادي واللي انا حابب اتكلم عنه ان الانمي ده حصل عليه بروباجندا رهيبه جدا. معظم اليوتيوبرز كانوا خايفين يطلعوا يتكلموا على الانمي ده، وانا ما كنتش فاهم ليه معظم اليوتيوبرز خايفين يطلعوا يتكلموا عليه. انت لو شفته اطلع اتكلم على اللي انت شفته، مالكش دعوه باي حاجه تانية. وده اللي انا هعمله النهارده، هتكلم عن انمي تشينسو مان رجل المنشار بكل انصاف. ماليش دعوه باي بروباجندا كانت معموله، اللي انا شفته هو اللي انا هقوله. اتمنى منك ما تجادجز اي حاجه بقولها. اللي انا بقوله هو اللي انا كنت شايفه. بلاش جادج. واتمنى منك ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب، لان الفيديو ده مهم جدا. اتمنى من ناس كتيره تشوفه، ولو انت تحت ال 18 سنه ما تشوفش الفيديو ده. الفيديو ده اللي هو اعلى من 18 سنه. اوكي، يلا بينا نخش على الفيديو. اول حاجه ركز معايا، انمي تشينسو مان او الرجل المنشار حصل عليه بروباجندا كبيره جدا انه في كفر والحاد وفي افكار دينيه بيحاول يدخلها للاطفال والغيرهم. الكلام ده بعد ما انا شفت الانمي مش صحيح كفايه، او مش صحيح بالمعنى اللي اتقال بيه. البروباجندا اللي حصلت على الانمي دي شهرته اكتر ما اي حد كان مستوعب انه عايز يشهره بالطريقه دي. شهرته اكتر بكتير جدا. لما حصل عليه بروباجندا دي كل الناس دخلت عايزه تشوف الكلام ده حقيقي ولا مش حقيقي، ومن وجهه نظري الكلام ده مش حقيقي. الانمي فيه حاجات ما ينفعش تتفرج عليها، ولكن ما فيهوش كفر والحاد. قالوا لي الانمي فيه شاب نفسه يكون كلب الفتاة، فبيحاول يصور البشر على انهم حيوانات. الكلام ده مش صحيح، وانا هبرهن لك ان الكلام ده كله كذب وافتراء على الانمي. هل يا توفيق معنى كده ان الانمي ما فيهوش حاجات كتير غلط؟ الانمي فيه حاجات كتير غلط، فيه حاجات كتير مش لازم تتفرج عليها، ولكن ما فيهوش حته الكلب دي اللي هم بيقولوا عليها، ما فيهوش حته التكفير والالحاد دي نهائيا. وبعدين ما خلينا نكون واضحين، ما في انميات كتير فيها يعني الحاد وحاجات كده، ليه ما حدش طلع يتكلم؟ اشمعنى الانمي ده؟ عشان كده بقول لك كانت بروباجندا ممنهجه علشان تشهر الانمي. انتوا عارفين ان اي شهرة سلبية أو شهرة إيجابية هي في الغالب شهرة، في الغالب فيوز، في الغالب أنت بتجيب محتوى. كده الناس هتشوف الأنمي لأن أنت شهرته إذا كان سلبي أو إيجابي. طب يا توفيق طالما كده ليه انت بتقول ان ما ينفعش اطفال تحت 18 سنه يتفرجوا على الانمي؟ هفهمك ليه. كمل معايا الفيديو للاخر وصدقني هتفهم ليه، وصدقني هتقتنع بكلامي. خلونا نتكلم واحده واحده وبالترتيب. انمي تشينسو مان. قصه الانمي من اتفه القصص اللي انا شفتها في حياتي. قصه تافهه جدا. من اتفه الحاجات اللي انا شفتها. قصه تافهه جدا. كان ممكن تكون قصة عميقة، ولكن الكاتب اختار انه يكون هدف بطلنا هو هدف تافه وبذيء ومنحرف. عشان كده بقول لك الانمي مش للاطفال. هدف البطل بتاعنا، وحاول اصيغها بكل احترام، هو لمس شيء معين. اوكي، الشيء المعين ده عند الجنس الاخر، هو ده هدفه في الحياة، انه يلمس بس الشيء ده. طيب هل هو ده البطل بتاعنا؟ يعني ملوش باك جراوند؟ البطل بتاعنا ليه باك جراوند. الباك جراوند بتاعته ان هو كان معدم، زاهد في الحياة، فقير جدا، بيتضرب بيتداس على وشه بالجزمة، ولكن وسط كل ده كان عنده صديق، والصديق ده كان شيطان صغير كده على هيئة جرو وفيه في راسه منشار. هو ده كان صديقه في الحياة كلها. وبعد كده بشكل ما بيحصل دمج ما بينه وما بين صديقه ده، وبيكونوا شيطان بشري على هيئة شيطان بشري، وبيكون قوي جدا. تخيل معايا شخصية زي دي زاهدة في الحياة لدرجة انه قال انه مستعد يضحي بخصيتيه ويبيعهم لمجرد انه ياخد فلوس وياكل. شخص زي ده لما يلاقي حد يعطف عليه وحد يحبه وحد يحترمه، هو حبه كمان في المقابل. في بنت اسمها ماكامي دي بتنقذ دينجي اللي هو البطل بتاعنا، وبعد كده بيحبها وبيكون مستعد انه يكون كلب ليها. ده اللي بيتقال، ولكن مش بالمعنى الحرفي انه يكون كلب ليها، لا، هو حبها، عايز يكون قريب منها، عشان كده قالوها بالشكل ده. انا معاك ان هم ما كانوش موفقين في صياغتها بالكلام ده، ولكن ما تاخدوش الكلام حرفي. الكلام ما كانش حرفي نهائي.
الكلام ما كانش حرفي نهائيا. هو كان دينجي بيحب ماكامي جدا لان هي كانت منقذته، وفرت له عمل، وفرت له مكان، وفرت له اكل، وبنت جميله فحبها. وهو اصلا شخص منحرف، شخص سيء، دماغه تلفانه، عشان كده عايز يكون قريب منها دايما. طيب هل يا توفيق قصة الانمي مختصرة على اللي انت بتقوله ده بس؟ يعني ان هو منحرف ومنظمة انقذته بعد ما كان معدم بس كده؟ لا، المنظمة دي هي منظمة سائطو الشياطين، وهو أصبح شيطان بشري، فبيحاولوا يستفادوا منه في صيد باقي الشياطين، وهي دي القصة الأوسع للأنمي. ومعظم الشياطين البشر هم ناس منفرين، مش بيحب الناس البشريين يقربوا منهم لأن هم بالنسبة له ناس مقززين. هو شيطان بشري في الآخر أيا كان إيه هو، وهو دايما زي ما بيقولوا كده إيه، الناس بيتعنصروا اتجاههم. الانمي فيه حاجات كتير حلوه، مش كله بشع. الانمي فيه حاجات بشعه ولكن برضه فيه حاجات حلوه في المقابل. في رسم حلو جدا، في تحريج جميل جدا جدا، في فايتس ودمويه. ده اللي انت تاخده من الانمي. عايز تاخد قصه مش هتلاقي، عايز تاخد عمق مش هتلاقي، عايز دراما تافهه وسطحيه. في بنت في الانمي اسمها باور، البنت دي مجنونة، شخصية مجنونة، وبرضه في كتير من لمحات منحرفة ولمحات غير أخلاقية موجودة في الانمي. عشان كده بقول الانمي هو لمن هم أكبر من 18، مش من هم أقل من 18 سنة. ولكن هل الانمي فيه أفكار إلحادية ممكن تدخلك في جو ما تكونش انت مرتاح؟ مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده، دي بروباجندا على الفاضي. الكلام ده مش موجود في الانمي. انا شفت الانمي لغايه اخره. طيب توفيق، دينجي بعد كده ايه اللي بيحصل له؟ دينجي بعد كده بيخش المنظمه بتاعت صائدو الشياطين، وبيحاول بقدر الامكان انه يبين لماكامي ان هو شخصيه جديره بالثقه دي، ان هو يقدر يوصل انه يكون جنبها في نفس الليفل. وبيبتدي بعد كده يخش تحت ايد واحد من المخضرمين وهو هايكاوا. واحد من المخضرمين وهو بشري، وكل واحد من صائدو الشياطين دول بيعمل حاجه اسمها عقد مع الشيطان. ايه العقد اللي مع الشيطان ده؟ العقد اللي مع الشيطان بيروح لشيطان معين بيعمل مع عقد. الشيطان ده لما تحب تستخدم قوته بياخد حته من جسدك، لازم ياخد عضو من اعضاء جسمك لو انت عايز تستخدم قوته، لحد ما بتموت نهائيا. وكل واحد من صائدو الشياطين لازم يكون عامل عقد مع شيطان، غير الشياطين البشر زي دينجي. الشياطين البشر دول بيكونوا زي ما بنقول كده ايه، روحين في روح، يعني هو والجرو اللي على هيئة شيطان ده الاتنين في روح واحدة. هو ده دينجي. باور غيرهم، باور مختلفة عن الاتنين. باور هي عفريت الدماء. يعني ايه عفريت الدماء؟ يعني عفريتة شيطانة برضو، ولكن بتقدر تتحكم في الدم، مش بشرية. غير دينجي، غير البشر عموما. حاول اكون فهمتكم الموضوع بسهولة جدا. بعد كده دينجي بيفهم بقى يعني ايه بشر، بيفهم يعني ايه حب، بيفهم يعني ايه تحب، بيحاول يخرج من الفكرة المنحرفة دي، ولكن محدش بينجح انه يخرجه تماما من الفكرة المنحرفة دي. الانمي فيه قدرات كتيرة جدا حلوة، قدرات كتير جدا مختلفة، هيديك اختلاف وفرايتي ما بين كثير من القدرات. الانمي بجد حلو في حاجات كتير جدا، وده اللي مخليني متضايق عليه. ليه انمي حلو زي ده ما يعملش قصة عميقة؟ ليه تفه من قصته؟ ليه يحط نفسه في حتة زي دي؟ في قدرات زي قدرة ماكيما نفسها. القدرة اللي كانت بالنسبة لي هي القدرة اللي انا هتكلم عنها، مش هتكلم عن اي قدرة تانية، هي وقدرة بطلنا. القدرة بتاعت ماكيما هي قدرة ان جليتش في الانمي، محدش يقدر عليها حرفيا. لو عرفت اسمك وجابت شخص يكون هو الضحية بالنسبة لك، هي خلاص كده محدش هيقدر عليها. تقدر تجيب اي شخص اذا كان مسجون محكوم عليه بالاعدام، تجيبه تخليه ينطق الاسم اللي هي عايزة تموته او عايزة تقضي عليه. اول ما ينطق الاسم ده خلاص انت مت، انت انتهيت، والشخص الضحية ده برضو مات وهي ما بيحصلهاش اي حاجة. دي قوة ماكيما. قوة دينجي ان هو بيتحول لمنشار للشيطان بتاعه، واي شيطان بشري بيتحول للشيطان بتاعه، بيبقى جزء منه، ايده، اطراف وشه بيتحولوا للقوة بتاعت الشيطان بتاعه. يعني دينجي بيتحول لمنشار، ايديه بتبقى مناشير، رجليه ممكن تبقى منشار، دماغه ممكن تبقى منشار، وهو ما بيموتش، خالد. ايوه الشيطان البشري بيكون خالد، ولكن بيحتاج للدم، دم اي حاجة بقى، اذا كان دم شيطان، دم بشري، دم اي شيء.
اي دم بياخده بيرجع له تاني قوته وبيقدر تاني يستأنف الفايت اللي هو داخل فيه. الانمي فيه جرعة دموية رهيبة جدا جدا، هتستمتع بجرعة دموية كبيرة جدا. طيب توفيق، ترشح الانمي ده؟ انا مرشحوش لاي حد. انا عن نفسي مش عايز تتفرج عليه ما تتفرجش عليه، ولكن ما تصدقش اي بروباجندا كذابة تتقلك على النت او على الفيسبوك على الانستجرام على اي حاجه. بروباجندا كدابه جدا، بروباجندا بتهول من الموضوع. الانمي فيه لقطات كتير منحرفه، فيه افكار منحرفه كتير جدا، ولكن مش افكار الحاديه. ولو بنتكلم عن الالحاد، في كذا انميات مشهوره جدا فيها افكار الحاديه ولكن محدش بيتكلم عنها. تمام؟ ما تحطش دماغك لاي حد. اتمنى الفيديو ده زي ما قلت اللي هيتفرج على الانمي يكون اكبر من 18 سنه. انت اقل من 18 سنه روح اتغطى ونام عشان عندك مدرسه بكره. اوكي؟ تنساش اللايك والشير والسبسكرايب. وده اللي كان عندي النهارده. سلام.